سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنوفر كده للبطن بتاعنا الأكل بتاعه، في نفس الوقت هنفيده بكالسيوم كده طبيعي وبحاجة سهلة وبسيطة. كل الناس يعني في ناس كتيرة بترماها كده، يعتبر بترماها في الزبالة، فاحنا النهاردة حطيناها للأكل على الأكل بتاع الطيور كده، فبتفيدهم بنسبة كالسيوم كده، يعتبر خلطة ببلاش. في نفس الوقت بتزيد في وزن البطة معاكي بسرعة، وبتخلي البط يهجم على الأكل بسرعة رهيبة جدا جدا. يلا بقى ندخل كده على الفيديو بتاعنا. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، البط المسكوف الخليط بتاعنا يا جماعة اللي أنا بصوره معاكم من عمري اليوم. أنا حطيت له بقى الحاجة، في ناس كتير بترميها في الزبالة، أنا بقى قلت لا، أنا ارميها في الزبالة ليه؟ ما نحطها للبط بتاعنا، منها بيفتح شهية البط معاك وبيزود في الوزن وكالسيوم طبيعي يغنيك عن أي أدوية. أنا حطيت لهم بقى النهاردة على الأكل بتاعهم تنظيف السمك اللي احنا بننضفه يعني، او لو السمك كده اللي هو الصغير جدا اللي بيكون رخيص اثناء ما بيكون اسعاره هاديه، جيبيه وقطعيه قطع صغيره وحطيه للبط بتاعك، ففي نسبه كالسيوم عاليه جدا جدا بيخلي البط بتاعك ينسف الاكل من قدام. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. مين لسه ما اشتركش كده في القناه هيشترك معايا دلوقتي، ومين لسه ما عملش للفيديو لايك هيعمل لنا اللايك الحلو من ايده عشان يشجعنا كده. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. انا هنا ابتديت ان انا حطيت له كده حطيت لهم تنظيف السمك مع الخضار، يعني قطعت لهم كده خضار، ورق كرنب على ورق خس، مجموعه كده من الخضار مع التنظيف بتاع السمك على الاكل بتاعهم. وما شاء الله زي ما حضراتكم كده شفتوا معايا، البط ممكن ياكل الاكل اللي قدامه كله طالما هو شم ريحه السمك، ريحه زفاره السمك على الاكل، فبتبتدي ان هو شهية البط تتفتح كده على الاكل وياكل معاك، وبرضه بتفيديه. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ليه بقى ليه دايما بقول لكم ان تربيه البط في البيت خير وبركه ورزق ونعمه كبيره جدا جدا، ربنا يديمها علينا وعليكم جميعا يا رب، ويرزقكم ويرزقنا بالخير كله. لانك انت لما بتكوني مربيه البط عندك في البيت ما بترميش اي حاجه عندك، ما بترميهاش، بتحطها للبط، سواء قشور فاكهه بترميها للبط عندك، سواء تنظيف السمك بترميه للبط عندك. فبكده يعني منها ان تستفاد ان البط بتاعك بيكبر معاكي، وما بتخسريش ان انت ما فيش حاجه عندك تترمي من بواقي اكل البيت، من بواقي اكل اللي هي الفاكهه، القشور يعني، قشور برتقال قطعي وارميلها للبط، قشور رمان بتكون كويسه جدا برضه قطعي وارميها للبط، تنظيف السمك برضه حطيه للبط. شايفين كل حاجه بتحطها للبط بتكون لها فايده، والبط بيستفاد منها، وفي نفس الوقت انت بتربي في بيتك من غير ما تروحي تشتري بط من بره ما انتش عارفه هو اكل ايه ولا شارب ايه. وفي نفس الوقت ممكن لو انت ست بيت كده يعني مش موظفه وقاعده في البيت، ممكن تربي عدد بسيط من البط وتبيعي منه وتعمليه مشروع من بيتك. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا انا ابتديت ان انا بقى رميت تنظيف السمك للبط كده مع الخضار قدامه كده وحطيت لهم الميه ونظفت المكان كده على الصبح اللي انا بربي في البط ده. وطبعا الشمس متواجده، دي اساسي في تربيه البط بتاعك، ان المكان بتاعك يكون بيدخله شمس ولو بنسبه بسيطه، علشان امراض الشتاء. طبعا احنا عارفين ان فتره الشتاء بتكون صعبه جدا جدا في تربيه الطيور، لو انت مش مهتميه ب المكان بتاعك يكون آمن، تهتم بروافع المناعة للبط. طبعا روافع المناعة اللي هي عسل على المية، عسل أسمر تحطه على المية، توم ببصل بليمون تضربه في الخلاط وتحطه للبط بتاعك، ولا يهمك بتلاقيه البط بتاعك ابتدى ان هو مناعته تعلى جدا جدا ويزيد معاك في الوزن ما شاء الله. وبرده بتحميه من الفيروسات،
الوصفة بتاعتنا التانية برضو اللي هي بتحمي البط بتاعك منها في الشتاء بمناعة عالية، إن هو يكون مناعته كويسة معاكي، اللي هي خلطة الكركم بالثوم بالبصل، تضربوهم في الخلاط وتحطوهم على المية أو على الأكل. معلقة الشطة، تجيبي معلقة من الشطة الحمراء ناعمة تحطها لهم على الأكل، بتدفي الطيور معاكي وبتفتح شهيتهم جدا جدا، وبيزيدوا معاكي برضو في الوزن. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ان شاء الله باذن الله يعني كل حاجة انا بعملها لطيوري بكلمكم عنها بكل مصداقية وبصراحة في كل الفيديوهات اللي انا بنزلها، علشان كل اخواتي وحبايبي اللي مشرفيني بوجودهم معايا دايما ومنوريني دايما على قناتي يستفادوا مني ويدعوا لي كده دعوة حلوة كده ان انا استمر معاكم، وادعوا لنا كده ان ربنا يبارك لنا كده في حاجتنا ويزيد عليكم وعلينا بالخير كله. ابتديت ان انا بقى حطيت لهم الحاجات اللي انا حطيتها دي يعني ياكلوا منها، وهيخلصوها خالص خالص، ونبتدي ان احنا بقى نحط لهم الوجبة التانية على اخر النهار. فبكده بتربي احلى تربية بط من ايديكي، وبتزيد معاكي كمان في الوزن جدا جدا، وفي نفس الوقت ما بترميش اي حاجة، اي بواقي اكل عندك بتحطي، اي قشور عندك بتحطي، كلها حاجات سهلة وبسيطة جدا جدا. ان شاء الله باذن الله دايما نفيدكم كده بكل حاجه، معلومه صغيره معلومه كبيره تستفادوا منها معانا كده ان شاء الله على القناه. بس يا ريت كده ما تنسوناش كده من لايك حلو كده من ايدكم للفيديو ده عشان يترفع معانا ويوصل لكل الناس اللي حابه ان هي تربي طيور في البيت، وفي نفس الوقت تديها حجم ووزن عالي. ان شاء الله باذن الله هكمل معاكم دايما على طول فيديوهات تستفادوا منها. حبيت ان انا اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.